ورقة ملفوفة. قصة معبد فيلة. نجوم ساطعة. في قديم الزمان في بلاد مصر الساحرة، كان هناك مكان مميز جدا يسمى جزيرة فيلة. هذه الجزيرة كانت تقع في نهر النيل، حيث تتلألأ المياه من حولها. على هذه الجزيرة بني معبد رائع خصص للإلهة إيزيس، وهي إحدى الإلهات المهمة في المعتقدات المصرية القديمة. شروق الشمس. نجوم ساطعة. بدأت قصة المعبد منذ آلاف السنين، حول عام 690 قبل الميلاد، في فترة عندما كانت الإلهة إيزيس تعبد بشكل واسع في مصر. المعبد كان مكاناً مقدساً للمصريين القدماء الذين كانوا يزورونه لتقديم القرابين والدعاء من أجل الخصوبة والسلام والحماية. مبنى كلاسيكي. كان معبد فيلة يتميز بالتصاميم الهندسية الرائعة والنقوش الجدارية التي تسرد القصص والأساطير. كان هناك أيضاً أروقة وأعمدة ضخمة تضفي على المكان عظمة وفخامة، مما كان يجذب الكثير من الزوار والكهنة إلى الجزيرة. خريطة. مع مرور الزمن حدثت تغييرات كبيرة في مصر، تغيرت الديانات والثقافات، وتأثرت الأماكن التاريخية. أثناء بناء السد العالي في أسوان في منتصف القرن العشرين، أغمرت جزيرة فيلة بالمياه، وكانت هناك حملة عالمية لحماية المعابد الموجودة من الخطر. شاحنة توصيل طلبات. بفضل هذه الجهود الدولية، تم نقل الجزيرة بالكامل إلى موقع جديد يعرف الآن باسم جزيرة أنس الوجود، حيث أعيد بناء المعبد ونصب في بيئته الجديدة. هذه الخطوة أنقذت التراث الذي تركته الحضارة المصرية القديمة للأجيال القادمة. تلسكوب. إن زيارة معبد فيلة اليوم هي رحلة إلى الماضي، حيث يمكن للأطفال تخيل كيف كان الناس في الأزمنة القديمة يعيشون ويتعبدون. إنها قصة مكان مقدس وصمود ضد الزمن، تبقى لتروي للأجيال الجديدة قصة إيمان وتاريخ عظيم.